الفيديو ده حرفيا اهم فيديو ممكن تشوفه لو انت طالب ثانويه عامه. انا كنت طالب ثانويه عامه قبلك السنه اللي فاتت، وعشت الفتره اللي انت عايشها دلوقتي ديت، وعرفت ايه الحاجات الصح اللي كنت بعملها وايه الحاجات الغلط اللي عملتها في الفتره ديت. فمن غير كلام كتير الفيديو دوت هقول لك على كذا حاجه. الحاجات دولت هيخلوك لو انت مثلا في الاخر هتجيب 50%، لا هتجيب 60%. الموضوع طبعا مش زرار سحري، ولكن كمل معايا الفيديو عشان تستفيد. الفيديو ده مدته قصيرة جدا، بس تأثيره على حياتك هيبقى كبير جدا. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. انزل بسرعة اضغط لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا، في البداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده عايزكم تكونوا عارفين ان انا حاسس وعارف المعاناة اللي انتوا بتعانوها الفترة دي. انا عارفها كويس جدا جدا. فانا مش طالع بقى اقول لك كلام يكون كلام مش واقعي ما تقدرش تعمله، يكون كلام اللي هو ايه تحفيزه بتاع ماشي حاضر هقول له. لا، انا مش طالع اقول لك كلام كده، انا طالع اقول لك كلام لو طبقته فعلا على ارض الواقع هيخلي حياتك في ثانويه عامه في الفتره ديت الضغط بتاعها هيقل شويه، والنتيجه في الاخر ان شاء الله باذن الله تزيد. في البدايه لازم تكون عارف، وانت كمان لازم تكوني عارفه ان الموضوع مش هيبقى زرار سحري هندوس عليه هيحول كل دوت او هيخفف المعاناه او هيزود درجات. لا، الموضوع هنتعب فيه وهنبذل فيه مجهود، بس المجهود اللي هنبذله دوت هيبقى فيه نتيجه في الاخر. فاهمين؟ مش اللي هو مجهود وخلاص، لا هيبقى مجهود منظم. وحاجه كمان مهمه لازم تكونوا عارفينها ومقتنعين بيها، ان انا دلوقتي هلعب على حته عقلك اللي هو ايه، انت لازم وانت كمان لازم تقنعوا عقلكم باي طريقه ايا كانت عقلك بيقتنع بيها ان انت هتقدر تعمل اللي انا هقول لك عليه ده. هتقدر تعمله يمين شمال، مفيش حل تالت، هتقدر تعمله. ليه؟ لان انت لو اقنعت نفسك ان انت هتقدر تعمله ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره جدا هتقدر تعمله. حلو جدا. هنيجي لاول حاجه للناس اللي هم اصلا يعني بصوا مبهدلين الدنيا من اول السنه، مذاكرين وضاغطين وبتاع، وجم في الاخر من ضغط المدرسين ومن ضغط ثانويه عامه وكده نسيوا. عايز اقول لك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده، انتوا مش في خطر. يعني ايه مش في خطر؟ يعني اللي انتوا فيه دوت طبيعي جدا، ان انت بتخزن في عقل، خزنتها مره المعلومه وحليت عليها وجيت بعد كده فنسيتها. دي حاجه حلوه، بس في نفس الوقت الموضوع هتعمل ايه؟ هتبدا تعمل عمليه استرجاع. استرجاع ازاي؟ يعني مثلا المدرسين كلهم دلوقتي بيعملوا مراجعات على المنهج كله، صح؟ هتبدا بقى انت لما تشوف المعلومه بتعمل لها في مخك عمليه استرجاع، اللي هو مثلا الجزئيه ديت انا ذاكرتها قبل كده وحليت عليها قبل كده بس نسيتها بحكم الضغط، مفيش مشكله عادي. لما اجي اعمل لها عمليه استرجاع، انا افتكرت المعلومه دي اللي انا كتبتها في المكان الفلاني وحليت عليها كذا. طبعا مش كل المعلومات هتفتكرها، بس الفكره انك هتبقى افضل من طالب لسه بيبص على المعلومه اول مره، اللي هو ايه المعلومه دي؟ ايه الحوار ده؟ بيتكلم عن ايه يعني؟ عايزين ايه يعني في الحوار ده؟ لا، مش تبقى كده. هتعمل عمليه استرجاع. حلو جدا. هتعمل عمليه استرجاع لمعلومات وهتحل كتير جدا جدا، تمام؟ واي حاجه تقف معاك، شوف لو صاحبك دحيح او بيذاكر كويس او فعلا تاخد منه معلومه اساله. ما ينفعش روح للمدرس او الاسيست بتوعه لو كويسين جدا، لو مش كويسين روح للمدرس على طول دايركت وقول له المعلومه ديت في كذا. ليه؟ لان انت ثانويه عامه، الموضوع مش هزار. وهو لو انت قلت له، في مدرسين هتفهمك فعلا وفي مدرسين ممكن تتكبر او ايا كان، بس الفكره روح لمدرسك وقول له الحته دي مثلا مش جايه معايا خالص، انا عايز اعرفها، عايز افهمها من فضلك لو سمحت. هيفهمها لك بكل بساطه. طيب حلو جدا. نيجي للناس اللي ما ذاكرتش اصلا من اول السنه. بص، انتوا في حته وحشه الصراحه، انتوا في حته وحشه قوي. بس هقول لكم في حته برضو حلوه، ان اللي ذاكر من اول السنه طاقته خلصت اصلا من كتر ما هو عمال يذاكر وعمال يفرهد ويروح هنا ويروح هنا. انت لسه بطاقتك يا معلم، فهتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تنزل مراجعات، تضغط نفسك اكتر، تذاكر اكتر، تحل كتير جدا جدا جدا. بص، انت ممكن تذاكر 10 ساعات في اليوم عادي،
12 ساعة عادي. تظبط بقى نومك، تظبط اكلك، تظبط مذاكرتك، تضغط جامد قوي، تنزل مع مدرسين مراجعة، تكون بتثق ان هم كويسين تمام، وتحل معاهم كتير جدا. واللي هو ايه يعني هيبقى شعارنا في الحوار دوت ايه؟ تنقذ ما يمكن انقاذه. تمام. هل الموضوع دوت يا محمد يعني هيكون كده بالسلاسه اللي انت بتقولها ديت؟ احنا عارفين ان احنا هنتعب بس هل هيكون بالسلاسه دي؟ لا طبعا، لا طبعا، انا صريح معاك. يعني المذاكره بالنسبه لي ما كانتش حاجه ممتعه. مش ممتعه ان انا اقعد قدام كتاب مثلا 3 ساعات عمال اذاكر، لا خالص. الموضوع مقرف جدا وبيزهق جدا. وانا مش بقول لك الكلام دوت عشان يعني ممكن اقول لك المذاكره جميله وبتاع وكل حاجه، وهتقعد 3 ساعات وهتبقى جميل مع كوبايه القهوه والدنيا هتبقى جميله، بس انا كده هكون بغشك. انا لازم اتكلم معاك بصراحه. الموضوع متعب بس بعد النتيجه بتاعته جميله. اللي هو مثلا النتيجه ظهرت تمام، وانت جبت مجموع اللي كان نفسك فيه ودخلت الكليه، يا دين النبي على الجمدان، نسيت التعب كله اللي انت تعبته طول السنه. فاهمين؟ وكمان في حاجه، انك تتعب وتوصل، يعني لذة الانتصار بعد التعب احسن بكتير من لذة الانتصار من غير اي تعب. فاهمين الفكرة؟ وقبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لكم حاجة. عزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهدة، اخويا واختي اللي في ثانوية عامة، الفترة ديت صعبة بس صدقني ظبط علاقتك مع ربنا اكتر. مش عشان ثانوية عامة بس سكة ودغري، لا ده عشان خاطر حياتك كلها عامة. ركز في مذاكرتك كويس، ادي ربنا حقه كويس قوي. والصفحتين اللي انت هتقراهم في اليوم مثلا بتوع القران مش هم اللي هيخسوا معاك، يعني بالعكس دول هيزيدوك بركه كبيره جدا. صلاه الفجر لما تنزل تصليها في ميعادها صدقني بص يعني اللي هو هتلاقي المعلومات كده بتفهمها بطريقه انت مش متخيلها، شيء الهي كده. ما تاثرش مع ربنا في حياتك كلها، ثانويه عامه وبعد ثانويه عامه ادي ربنا حقه وذاكر واضغط قوي قوي واعمل اللي عليك كويس قوي في ثانويه عامه، عشان ما تجيش بعد كده بعد ما تخلص السنه تقول يا ريتني كنت عملت كده. لا انا جاي لك من بعدين بقى وبقول لك ما تقولش يا ريتني، لان انا كنت بقول الكلام ده لنفسي. ما تقولش بعد ما تخلص ثانويه عامه يا ريتني. اضغط دلوقتي بذكاء بخطه منظمه، وربنا يوفقك ويوفقك، وان شاء الله تخش الكليات اللي نفسكوا فيها. والى هنا تنتهي حلقه النهارده. اقفل يلا وخشوا هتعملوا ايه. ربنا يكرمكم. سلام.